السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. أنا متأكدة أن هذه هي أسهل طريقة باش غتوجدي الشباكية اللي بغات توجدها لدارها ولا تعتمدها، يعني كمشروع مربح. فهذه أسهل طريقة غادي تشوفيها، وممكن أنك تحضري حتى 40 كيلو في تقريبا في مدة ساعتين غتكوني شبكتيها وساليتيها. وشوفوا معايا النتيجة رائعة، شباكية معلكة مقومة. ونبداو في المكونات على بركة الله. غناخد واحد القصرية اللي كبيرة، ندير فيها كيلو ديال الطحين، كيلو وربع ديال الطحين. وغادي نزيد كاس ديال اللوز اللي مطحون بالقشره ديالو، وكاس ديال الزلجلان، حتى شي حاجه ما محمره، كلشي غير نقيتهم وطحنتهم. عندي معلقه كبيره ديال النافع، كندوز كلشي من الصفايه. معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال القهوه. كنغربلو كلشي باش ما تدوز حتى شي حاجه، وتعذبنا من بعد في الطوريق. وهنا عندي راس معلقه ديال الكوزه، ممكن اللي ما بغاتش ديرها ممكن ما ديرهاش. هنا شويه ديال المسكه حره، وكيس ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام. هنا غنغربل هاد النواشف كلهم باش يعني نتخلص من دوك الحبيبات وشي حاجه يعني اللي غتعذبني من بعد في الخدمه. وهنا عندي كاس لاروب ديال زيت الزيتون. انا هنا عندي الزيت اللي حلوه ما حراش، فدرت زيت الزيتون كتر من الزيت البلدي الروميه. وكاس ديال الزبده حيوانيه اللي دوبتها هكا حتى ولات نوازيت. ممكن انكم تستعملوا المارغرين، غير هي زبده كحيوانيه تكون صحيه وكتعطينا نتيجه افضل. نبسس هاد الطحين هذا مع هاد الزبده والزيت اللي درت مزيان. وعاد كنبدا نضيف يعني السوائل الاخرين. عندي هنا كاس ديال الماء درت فيه يعني الزعفران. وعندي ربع كاس ديال الخل، وكاس ديال الماء عادي، وواحد الصفار ديال البيضه. وكنعجن هاد العجينه مزيان، كتجي قاصحه. انا هنا يعني دوك جوج كيسان ونص على دوك الزيوت اللي درت، راه صافي ما زدت حتى شي حاجه. والعجينه راه كتكون قاصحه. كنديرها في البلاستيك وكنخليها ترتاح واحد المده هكا ديال نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. ممكن انكم تعجنوها. انا بالنسبه ليا راه عجنتها في الليل، عجنت هاد العجينه في الليل. عجنت واحد الكميه اللي كبيره، تقريبا 3 كيلو ديال الطحين في الليل، والغد لي كنشبكها. كنشكلها هكا كويرات ونديرها في واحد البلاستيكه، وكنخليها واحد ربع ساعه عاد نرجع كنخدمها. غادي نشكل هاد الكميه كامله هكذا. كنطلقوها مزيان بالدلاك، كنشكلوها على شكل مربع، على شكل ديال مسمنه. كنبقى هكا حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. وكنرجع كنديرها في واحد البلاستيكه وكنخليها مره اخرى ترتاح. على الاقل خليوها يعني من بعد ما تشكلوها بحال هكذا، خليوها واحد ربع ساعه حتى نص ساعه وكتكون واجده. انا هنا يعني من بعد ما دازت ربع ساعه تقريبا. وهاد الخطوات راه مهمين، يعني حاولوا انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش يعني تشوفوا الطريقه، يعني اكثر من المكونات. الطريقه ديال الخدمه هي اللي كتربحنا الوقت وكتخلينا يعني نساليو هاد كميه كبيره في واحد الوقت اللي وجيز. غادي كل قطعه يعني كنسرحها وكنقسمها على ثلاثه، باش هكذا هاد العمليه باش تجيني ساهله في الطريق. وهاد يعني هاد المراحل هادو كيسهلوا علينا الخدمه وكيربحونا الوقت. كندوزها في الماكينه، يعني الماكينه خلاص راكم عارفين يعني كل وحده والماكينه ديالها بلا ما نقول لكم الرقم. المهم حتى تبان لينا ان الشباكيه رقيقه يعني تسرحات مزيان. وكنقطع انا بهاد القطاعه الصراحه، ما تنستعملش الجراره. هاد القطاعه عمليه اكثر، كتربحنا الوقت وكتعطينا واحد الشباكيه اللي قد بحال بحال. صراحه زوينه، اللي ما عندهاش هكا تاخدها راه زوينه بزاف. كنشكل انا دوك الاشرطه كلهم تنسرحهم فوق واحد الطبله، وكنبدا نقطع وكنجمع هكذا دوك المربعات، كنجمعهم كاملين يعني شي على شي بهذه الطريقه هذه. وهنا اختي ديري شي كويس اتاي ولا القهوه وجلسي قدام التلفازه وانت كتشبكي، راه ما كتحسيش بالوقت وقتاش داز، يعني كدوز. انا بالنسبه لي هذه المرحله ديال التشبيك كتجيني بالنسبه ممتعه. لطريقه التشبيك بالنسبه للمبتدئات انا انشارك معك هاد الطريقه سهله، يعني ما غاديش توحلي فيها من اول مره. يعني توجدي الشباكيه غتجيك تشبيكه زوينه وكتبان متيوله. هانتوما تتشوفوا معايا في الفيديو، غنعاود معاك واحده اخرى باش تبان لك يعني الطريقه واضحه. كناخذوا واحد الشريط بحال هكذا. الشريط هنايا المربع عندي فيه 5 ديال الاشرطه، كنديروا جوج على جوج، وكنديروا الشريط الثالث بحال هكذا. وكنجمعوا هذوك الاشرطه واحد على واحد، وكنقرصوا مزيان بالصبع وتنقلبوها وتنحلوا بحال هكذا. وكنقرصوا في الجناب. وهانتوما يعني كيجي واحد الشكل اللي زوين.
تيبان انيق ومتيول. وهنا راه تعمدت يعني نخلي لكم هذا المقطع استمر اللي بحال كنشبك هكذا فيه حتى كنكمل الكميه يعني كامله وحده اللي مورا عندي. وحده انا باش بالنسبه ليا راه تزيد عجينه يعني هنا تبان لك الطريقه كثر. جوج ديال العجنات، ثلاثه ديال العجنات بالليل، وخليتهم حتى للغد ليه وورقتهم وشكلتهم بحال هكذا. وانا غنطيبهم في نفس النهار، يعني غنطيبهم بالليل. ممكن هاد الشباكيه هادي راه ممكن تخلوها تبات، راه ما تيخسر ليها والو، غير غطيها مزيان باش يسرابت، ما ديريش السلوفان. والغد لي طيبيها هنا يعني تقريبا بعد ساعه من بعد ما كملت هاد الكميه كامله. غنبدا بالأولى اللي شبّكت، الأولى هي اللي غنبدا بها في القلي. هنا غناخد واحد المقلة وغندير فيها الزيت. أنا بالنسبة ليا هاكا فاش كنكون كنخدم راه كندير مقلة كبر من هادي، دابا باش نشارك معاكم درت مقلة صغيرة. كتسخن الزيت كنجهد يعني البوطة تكون مجهدة. فاش كيسخن الزيت كنقصو ليها وكنبدا نرمي في الشباكية ديالي بحال هكذا. وكنخليها يعني حتى كتبان ليا الذهبات من الأسفل، وكنقلبها على الجهة الأخرى. وهنا راه يعني كتاخد واحد اللون هكذا محمر خفيف كنحيدوها. الا خليتوها حتى بانت لكم حمراء هكا بزاف في الزيت، راه كيف غديروها في العسل غتبان لكم يعني بحال لونها بحال محروق. والعسل ديالي راه وجدته معكم في الفيديو السابق، اللي بغى الطريقه ديال العسل يرجع الفيديو اللي قبل هذا. والعسل راه دفيتو، العسل كيكون ثقيل ديال الشباكيه. فاش كنبغي نحط فيه الشباكيه كندفيه شويه باش ما تهرسش معانا. الكميه ديال العسل كنقسمها على جوج ديال، كنحضر يعني هكا 2 كيلو د العسل. كندير جوج ديال هكا ديال الاواني فيهم هكا العسل. وكنبقى ندير القليه الاولى بوحدها، والقليه الثانيه كنديرها في الكميه العسل الاخرى اللي عندي، باش هكا الشباكيه تبقى اطول مده في العسل وتشرب مزيان. وهنا يعني من بعد ما وجدت معنا الشباكيه ما شاء الله يعني كيفاش كتجي، وراه التصوير راه ما عطيهاش حقها، يعني مباشره راه كتبان حسن من هكا. كتجي مجعبه وشاربه العسل ومعلكه، يعني وراه تتبقى هذيك كتشرب العسل كتبقى هكا بعسله الشهر كله ديال رمضان. يعني ماشي ديك الشباكيه اللي تينزل عليها العسل وتتنشف وما تتبقاش زوينه. هانتوما نفتح معاكم شوفوا يعني الشكل ديالها من الداخل. كتجي الشكل ديالها زوين. تتبقى ديك التشبيكه تتبقى زوينه، ما تديفورما ما والو. وهنا كنوريكم يعني الكميه اللي حضرت، راه كميه تبارك الله كبيره، راه يعني بلا عوين. تقدري توجدي واحد الكونتيتي اللي كبيره بزاف. بالنسبه ليا هاد الكميه راه شبكتها في مده ديال ساعتين ولا اقل. يعني خداتنا وياي نص نهار يعني بين التشبيك والطياب ديالها. ما يعني تقدري تعجني حتى ل5 العجنات هكذا بالليل وتشكليهم، والغد ليه تورقي وتبداي تشبكي. غادي تحضري كمية كبيرة. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش أنكم تبارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء باش يوصل يعني الفيديوهات ديالي لعدد أكبر من الناس. إلى اللقاء إن شاء الله.